السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة سهلة ولذيذة وكلنا بنحبها قوي، وخاصة أولادنا. طيب هي ايه بقى؟ هي الكاتشب البيتي اللذيذ المضمون الخالي من أي مواد حافظة نهائية، يعني هتخلي طفلك ياكل منه براحته من غير ما تخافي أو تكشي منه. سهل جدا ومكوناته كلها عندك في البيت، يعني مش هتغرمي أي حاجة. ومش بس كده، كمان هيطلع معاكي رائع ومش هتصدقي انك طلعتيه بالجمال ده. يلا معانا نشوف الطريقة ونسمي ونبدأ. هتجيبي كيلو طماطم، هتغسليها كويس قوي وتنضفيها، وبعدين هتخرطيها قطع صغيرة بقى او كبيرة اللي انت عايزاه. هي في الاخر هتنضرب في الخلاط او بالهاند بلندر، وهتحطي عليها نص كوباية من المية، وبعدين على نار هادية وهتقلبيها وتسيبيها تتسبك وتنزل ميتها زي ما انت شايفة كده. وبعدين بعد ما ضربتيها في الخلاط هتصفيها كويس قوي بالمصفى بتاعتك، علشان لو في اي بذر او اي قشر منها ما ينزلش في الخليط بتاعنا. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك. وبعدين هنبتدي بقى نضيف المكونات بتاعتنا. هنضيف نص كوباية من السكر ونقلب كويس قوي، وبعدين هنضيف نص كوباية من الخل وبرضو هنقلب كويس قوي، وبعدين هنضيف معلقة من البودر التوم البودر، ومعلقة من البصل البودر، ورشة فلفل اسود. هنحط بعد كده ربع كوباية من النشا، وهنقلب كويس قوي. زي ما انتوا شايفين كده الخليط بدأ يتقل، هنهدي النار. وادي الكاتشب بتاعنا بعد ما خلص، شايفين لونه وطعمه رائع جدا وريحته جنان، احلى من اي كاتشب بره. كيلو الطماطم عمل بالظبط معايا برطمانين. البرطمانات دي كانت عندي، انا دايما بحب احتفظ بالبرطمانات عندي، احب اعمل لها اعادة تدوير تاني. دي انا كنت جايبة فيها صلصة، بحب احتفظ بيها عشان لو انا عملت صلصة او عملت كاتشب في اي يوم تكون جاهزة عندي. وصفة حلوة قوي، جربوها لولادكم هيحبوها قوي. حلوة جدا ونظيفة واحسن من بره. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة.